واحدة من القضايا المهمة اللي اتناقشت سنين وسنين ولسه بتتناقش القضية السكانية. أكيد هذه القضية بما إن هي بتتناقش سنين طويلة، يعني هي في غاية الأهمية. ليها آثار سلبية وليها كمان جزء إيجابي، ودايما لما نطرح أي قضية لازم نشوف الإيجابي والسلبي في هذه القضية، وإزاي نعظم من الجزء الإيجابي، وإزاي نبعد عن أو نتفادى أو أنه نشوف هذه التحديات نحلها، المشاكل السلبية من هذه القضية. معانا مشرفنا أعزائي المشاهدين دكتور محمد فريد، أستاذ جغرافيا السكان بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ليه هي من الأهمية إنها بتتناقش سنين وسنين؟ يعني الموضوع ما بيخلصش خالص. لان الموضوع محتاج وقت، المشكله خدت وقت كبير عشان توصل للمرحله اللي احنا فيها، فمحتاجين وقت عشان نقدر نحلها. الموضوع ملوش حل سريع، الموضوع له حل مستدام، لازم يستمر لفتره طويله عشان نقدر نحقق المرجو من التنميه الاقتصاديه المبنيه على قوه سكانيه كويسه. طيب دكتور، حالا قال يعني كويسه، لفظ كويسة أو وصف كويسة، يعني بمعنى إيه؟ يعني هو إحنا ممكن نبقى زيادة سكانية كويسة؟ هو بمعنى ان احنا دايما الناس بتعتبر زيادة السكان هي مشكلة. هي فعلا مشكلة لو احنا ما قدرناش نعمل كنترول او نقدر نحدد الزيادة دي ممكن توصل لقد ايه في فترة زمنية معينة، اللي هي سرعة نمو السكان، او بيتقال عليها احنا معدلات النمو السكاني. سرعة نمو السكان مهم جدا السيطرة عليها، وعندنا 3 ابعاد لاي القضية السكانية في مصر بشكل عام: النمو السكاني، وتوزيع السكان، فضلا عن خصائص السكان. ال3 ابعاد دول هم 3 ابعاد مهمين جدا، فضلا عن النمو السكاني السريع اللي حاليا احنا بصدد ان احنا نقلله او نجحنا في خفضه بشكل كبير. عندنا كمان مشكله توزيع السكان، ودي من اهم المشاكل اللي موجوده في مصر بشكل خاص، نظرا لان كثافه السكان موجوده في اماكن معينه في مصر بتتركز في بعض الاماكن بشكل كبير جدا. عندنا كثافات سكانيه في مناطق زي القاهره الكبرى غير مسبوقه على مستوى العالم، بتصل الى احيانا 150 الف نسمه في كيلومتر مربع، ودي حتى مش موجوده في بعض دول العالم الاكثر سكانا او اكثر كثافه اكثر سكانا مننا. طيب او حجما سكانا يعني مننا. احنا برضو عايزين نتكلم على النقطة دي بالتفصيل، لانه ده واضح بشكل كبير جدا، وكمان واضح من سنين طويلة فكرة ان احنا متجمعين في شريط ضيق وسايبين البلد كلها، ويمكن ثروات كتيرة موجودة في اماكن مختلفة، ولكن احنا كلنا قاعدين في مكان واحد، في شريط ضيق شريط اللي هو ضيق. الوادي والدلتا. صحيح بالزبط. كلام حضرتك صحيح فعلا. لفتره كبيره المصري كان دايما يعني بيلجأ الى النيل، لان هو مكان اللي دايما بيبقى فيه متوفر فيه مقومات الزراعه وبالتالي الحياه. عشان كده معظم سكان مصر كانوا بيتركزوا في الجزء الخاص بالوادي والدلتا. دايما كنا بنسمع ان 4% من سكان مصر سوري 96% من سكان مصر بيتركزوا في 4% من مساحه مصر. وده لغايه فتره قريبه، لغايه ما بدات مشروعات الدوله مؤخرا قدرت تضاعف المساحه دي لغايه ما وصلت تقريبا ل 7% من مساحه مصر. يعني من 4 ل 7% في ظرف اقل من 10 سنين، دي يعتبر انجاز كبير. طيب ايه هي المشروعات؟ او بشكل ممكن افكر فيه اقول ان احنا من زمان كنا معتمدين على الزراعه، النشاط الزراعي، فبالتالي متركزين في الوادي والدلتا. يعني هنعمل ايه؟ ما احنا بنزرع في المكان ده. لكن لما يبقى الانشطه مختلفه، لما نتكلم على ان احنا عندنا موارد في بلدنا كلها، يبقى اكيد لازم نروح في كل مكان. أكيد. عشان نعمر بلدنا، وعشان يعني يبقى في استفادة من هذه صحيح. الموارد. يعني صحيح. واحنا حاليا حتى عندنا مشروعات كتيره بتحاول تزود المساحه دي باكتر من طريقه. عندنا التوسع الزراعي سواء الافقي او الراسي. التوسع الزراعي الافقي عندنا مشروع الدلتا الجديده اللي حاليا بيهدف الى استصلاح تقريبا 2 او 3 مليون فدان، اللي هو تقريبا ما يقرب من 30% من المساحه الموجوده في مصر حاليا. وده مشروع يعني مشروع هام جدا، لانه هيقدر يقلل الفجوه الغذاء اللي احنا
بنعاني منها حاليا، وبنضطر نستورد كتير من المحاصيل اللي بنحتاجها، سواء القمح او الذره او غيره من المحاصيل، سواء لغذائنا احنا او حتى كاعلاف للحيوانات. كمان المشروعات التوسع الصناعي برضه هتساهم بشكل كبير في زياده الرقعه المأهوله بالسكان، وبالاضافه طبعا للمدن الجديده اللي حاليا وصلنا فيها للمدن الجيل الرابع، زي العاصمه الاداريه الجديده طبعا على راسها، وتاتي بعدها العالمين الجديده والمنصوره الجديده وغيرها. كمان في ظهير، يعني يمكن كل مدينة قديمة بنشوفها بيبقى ليها ظهير وبيتم تعميره، وكمان بيكون في أنشطة مختلفة صحيح. سواء زراعية أو صناعية. اكيد طبعا كلام حضرتك صحيح. هو قرى الظهير الصحراوي اللي تم فيها استهداف الشباب ان هم يبتدوا يعمروها ويبتدوا يستصلحوا الاراضي فيها، هي فعلا كانت فكره جيده جدا، وللاسف هي ما تمش الاهتمام بيها بشكل كبير، وده ادى الى ان الشباب حتى يسيبوها بعد فتره، لان ما كانش الخدمات موجوده فيها بشكل متكامل، فكانوا بيحتاجوا يرجعوا للمدن القريبه منهم، وده طبعا بيؤدي الى عدم الاستقلال وعدم الاحساس بالامان الاجتماعي والاقتصادي في القرى اللي هم عايشين فيها. كمان في نقطة في غاية الأهمية، يعني مساحة مترامية الأطراف يمين وشمال، وأماكن غير مأهولة بالسكان، لكن لما أعمل بقى طرق تخليني أقدر أوصل للأماكن دي أكيد هتفرق. أكيد طبعا. يعني حتى من المشكلات الكبيرة اللي في القاهرة وفي محافظات كتير هو الازدحام السكاني او الازدحام المروري بشكل اساسي. فهو هي دي المشكله، احد المشكلات المترتبه على تكدس السكان او على التوزيع غير المتوازن للسكان في مصر، وبالتالي كان الهدف هو محاوله تخفيف الضغط المروري في اماكن كتير، وربط المدن الجديده بالمدن الموجوده بالفعل، زي اللي حصل دلوقتي في المحاور الجديده الموجوده في شرق القاهره اللي بتربط العاصمه القاهره القديمه زي ما بيقولوا بالعاصمه الاداريه الجديده، وكمان المحاور الموجوده حتى في محافظه الجيزه مثلا اللي بتربط شمال بجنوب محافظه الجيزه. مثال عليها حتى المحور الاخير، محور الفريق عامر اللي بيربط شمال الجيزه بجنوبها، وغيرها من المحاور الموجوده في مصر. ده في محاوله لتفريغ السكان من قلب القاهره او من القلب المتكدس بالسكان في اتجاه الاطراف الغير معموره وكمان بالسكان. المحافظات، يعني الربط ما بين المحافظات أكيد. والوصول من محافظه لمحافظه، ده اكيد بيسهل أكيد. يعني وده هيؤدي في النهايه الانتقال. اكيد، لان ده هيؤدي في النهايه ان يبقى فيها لا مركزيه. انا مش دايما محتاج ان انا اعيش في القاهره عشان اقدر يعني احصل على الخدمات الموجوده في القاهره. انا ممكن اعيش في مدينه بعيده عن القاهره، وبسهوله جدا اقدر اوصل للقاهره لو في يعني مشكله او في حاجه تتطلب وجودي فعلا في القاهره، مش شرط ان انا ابقى متواجد فيها بشكل دائم. طيب في نقطة كمان في غاية الأهمية الدكتور حالا كان بيتكلم عليها، وهي الخصائص، لأنه هو يعني الفكرة في المنتج بقى نفسه. أكيد. خصائص السكان. تمام. هو خصائص السكان بشكل اساسي ان احنا بنحاول على سبيل المثال ان احنا زي ما بيقولوا ندعم المراه، اللي هو الجزء الخاص بدعم المراه، دي جزء من زياده او رفع او تحسين خصائص السكان. ايضا في الجزء الخاص باننا عندنا فئه كبيره من الشباب بتمثل نسبه كبيره من السكان، تكاد تصل الى 20% من السكان في سن من 18 ل 29 سنه، وده يعتبر قوه كبيره نستطيع ان احنا نستغلها في تنمية الاقتصاد بشكل كبير، وفي ان عجلة الاقتصاد تقدر تتحرك بشكل كبير من خلالهم. فزي ما قلنا حضرتك، او زي ما حضرتك ذكرتي في البداية، موضوع ان النمو السكاني زي ما له اضراره او له سلبياته، فله بعض الايجابيات. ان انا عندي دلوقتي فئة كبيرة من الشباب اقدر استعين بيها في احتياجاتي في صناعة اي تنمية اقتصادية بتعتمد عليهم بشكل اساسي، من خلال بشكل كبير رفع خصائصهم السكانية، زي التعليم، زي الصحه، يبقوا بصحه جيده. مع الشباب اللي هيقوموا بالتنميه دي لازم يكون قادرين على انهم يقوموا بيها من خلال رفع الخصائص الخاصه بيهم، لكن ما اقدرش اعتمد عليهم كعدد بدون ما اعتمد على تحسين نوعيتهم بشكل كبير. يعني من المهم جدا رفع الخصائص السكانيه، رفع يعني جوده الحياه
ان احنا نشعر بيها كلنا. بالتأكيد. طيب، يعني بما انه احنا بنتكلم على اثار سلبية، وكمان هناك بعض الخصائص الايجابية اللي احنا لازم نعظمها، السلبية بقى يعني هي اكيد هي هي اللي معروفه، ظاهرة اكيد بشكل، اكيد. هي معروفة، بس خلينا يعني لما نقولها هتبقى كده كأنها مركزة. يمكن اه يعني البعض اللي هو بينكر هذا الموضوع او شايفه مش مهم يحس بيه وقد ايه هو مؤثر علينا. هو من الآثار السلبية المعروفة إن مثلا عدم الإحساس بأي مردود للنمو الاقتصادي. يعني أنا محتاج إن أنا في أعمل نمو اقتصادي في ضوء نمو سكاني سريع، إن أنا محتاج أزود معدلاته بشكل كبير، لدرجة إن حتى أستاذنا أستاذ الدكتور صبحي عبد الحكيم، وهو رئيس مجلس الشورى الأسبق وفي نفس الوقت أستاذ الجغرافيا في جامعة القاهرة، ذكر إن عشان نقدر نحقق أي نمو اقتصادي فعلي لازم يكون النمو الاقتصادي ده يماثل 3 أمثال أو يعادل 3 امثال او 3 اضعاف سوري النمو السكاني. وبالتالي انا لو النمو السكاني عندي 2 او 3%، فعلى الاقل لازم اوصل بالنمو الاقتصادي من 6 ل 9%، وده صعب جدا في الفتره الحاليه في ضوء المتغيرات الموجوده في العالم. فبالتالي ان انا احاول امشي في اتجاهين، ازود معدلات التنميه على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت احاول امسك عجله النمو السكاني او اتحكم في النمو السكاني بطرق كتير ممكن نذكرها مع بعض ان شاء الله باذن الله. طيب، نشوف الطرق دي ونعرفها بالتفصيل بس بعد التقرير. تمثل الزيادة السكانية واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه الدولة لما لها من أثر سلبي على تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، علاوة على زيادة الاستهلاك لدى الأفراد وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي. ومن آثارها السلبية أيضا زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم، الصحة، المواصلات، الإسكان، الحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالية على المشروعات التنموية في قطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية. ومن أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع هو مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي تم إطلاقه في 2019 للحد من معدلات النمو السكاني في المحافظات، ودوره في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا خلال هذه المرحلة من أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم والصحة وتوفير فرص العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني. تتضمن أهداف المشروع حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات. تم إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم المحافظات ووحدات الإدارة المحلية لتغطي جميع المحافظات، تهدف إلى توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومي، واستنزافها لجهود الدولة في التنمية، والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقا لرؤية مصر 2030، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تخصيص منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية، ليصل إجمالي عدد منسقين السكان بالمحافظات إلى 4358 منسق سكان لتغطية القرى.
كما تم تفعيل أداء الوحدات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية لمسؤولي الوحدات والعاملين بها، ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان للمشاركة في اتخاذ القرار وتفعيل المسؤولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية. وفي إطار جهود المشروع لدعم تنمية الأسرة المصرية، تقوم وحدات السكان بالمحافظات برصد أهم المشكلات بالمراكز والقرى وتحليل الأسباب ومناقشة الحلول وعمل خطط سريعة ومبادرات لحل هذه المشكلات بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتنظيم قوافل سكانية في غالبية المحافظات وندوات توعوية للحد من زواج القاصرات والحث على ممارسة تنظيم الأسرة وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة وخطورة الإدمان وأهمية العمل والتشغيل للشباب كقيمة لا بد من الحفاظ عليها والاستثمار فيها، وترشيد الاستهلاك من الموارد الطبيعية والتوعية بأثر الزيادة السكانية على التغيرات المناخية ووجود الفجوات التنموية بين المناطق الجغرافية وبعضها البعض وبين الذكور والإناث، وتطرق كذلك لبعض المشكلات التي تؤدي إلى عدم التوزيع السكاني الأمثل والتكدس في مناطق دون أخرى. نفذ المشروع أيضا بعض المبادرات بالمحافظات لتوفير وتحسين خدمات متنوعة صحية وتعليمية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والتضامن والأوقاف لتقديم قوافل علاجية شاملة وسكانية وفتح فصول محو أمية، واستفاد بهذه الأنشطة والمبادرات نحو 18,000 مستفيد. رجعنا مرة تانية أعزائي المشاهدين وبنتكلم على القضية السكانية، والموضوع مش خاص بينا، يعني مش احنا اللي اخترعناه أو المشكلة دي موجودة عندنا بس أو لأنها عندنا من زمان فاحنا المتوليينها، لا، في بلاد كتيرة في العالم عندها هذه المشكلة أو هذه القضية واشتغلت عليها، وبالتالي احنا من المهم كمان ان احنا نشوف التجارب المختلفة وناخد الملائم لينا، فبالتالي ممكن نتكلم على اكتر من تجربة ونشوف ايه الملائم لينا ونتعامل معاهم وزيهم. أو بالتأكيد المفروض إن احنا ننظر قدر ينجح في تطبيق أو في إن هو يقلل معدلات السكان بطرق تطبيقية أو عملية فعلا على أرض الواقع، وفي فعلا تجارب كتير، بس المفروض إن احنا لما نتخير من هذه التجارب نتخير الأقرب لينا، المجتمعات الأقرب للمجتمعاتنا. يعني في مثلا تجارب زي تجارب الصين، مثلا الصين جربت وعملت سياسة الطفل الواحد، وللاسف السياسه دي فعلا استطاعت، هي نجحت على المستوى العملي فعلا، قدرت تحجم او تقلل معدلات النمو السكاني، يعني حتى بيقولوا ان قدرت تمنع 400 ولاده او 400 مليون ولاده في الصين خلال فتره من تقريبا 50 سنه. بس في نفس الوقت السياسه دي كانت سياسه غير اخلاقيه شويه، لانها كانت بتجبر الاناث او السيدات على انهم يجهضن حملهن لو كان اكتر من طفل، يعني هو لو خلاص انجبوا طفل واحد والطفل الثاني تم الحمل فيه فبيجبروا الاناث على ده. كمان كانوا بيجبروا الاناث على التعقيم اللي هو الاجباري، يعني ان هو يمنعهم من الانجاب تماما بعد كده، ودي طبعا سياسات غير اخلاقيه وضد حقوق الانسان. وفي دول تانية مثلا زي الدول الأوروبية أو تجربة الدول الأوروبية وأمريكا سمحت بالإجهاض أو الأبورشنز، فبالتالي معدلات الولادات أو المواليد قلت بشكل كبير، عكس مثلا الدول الإسلامية. وأنا أعتقد أن احنا محتاجين نقتدي او ناخد مثل بدول الاسلاميه الناجحه في السياسه السكانيه زي اندونيسيا برغم من العدد السكاني الكبير اللي بيوصل لاكثر من 277 مليون نسمه، وتقريبا هي رابع دوله على مستوى العالم في عدد السكان،
استطاعت ان هي تخفض معدلات النمو السكاني بشكل كبير من خلال انها عملت حوافز ايجابيه للاسره. طبعا هي كانت بتتبنى في الاول سياسه، يعني بعد استقلالها كانت بتتبنى سياسه ان احنا نجيب اطفال كتير عشان هم دول اللي هيقوموا الاقتصاد وهم دول الثروه الحقيقيه، ولكن هم وجدوا ان ده مش حقيقي بعد فتره. وحتى مجيء الرئيس سوهارتو رئيس الاندونيسي وطبق سياسه جديده بتهدف الى طفلين فقط، والسياسه دي حتى حطت شعار اسره بسيطه سعيده مزدهره. الشعار ده قدرت دوله اندونيسيا فيه تخفض معدلات النمو السكاني لغايه ما وصل تقريبا ل 7% في عام 2022، وده يعتبر رقم كويس جدا. وفي نفس الوقت في طريقها لتحقيق المعدل الصفري، انها توصل لصفر نمو سكاني في عام 2050. طيب ده بسبب مجموعة من الحوافز اللي هي زي ايه؟ اللي هي زي ان انا احدد ان احط في الاعلام ان دلوقتي ان الاسره البسيطه تستطيع انها تؤهل اولادها بشكل كويس جدا للمستقبل. ان دلوقتي ما بقاش زي زمان ان الاولاد هم مصدر عون اقتصادي لاسرهم، ان هم يشتغلوا ويعولوا اسرهم، لا، هم اصبحوا مصدر عبء. وبالتالي ما ينفعش ان انا ازود عدد الابناء اللي هيمثلوا لي بعد كده عبء في تربيتهم. دي من اهم الحاجات اللي رسخوها في حملات اعلاميه كبيره جدا. وفي نفس الوقت حملات اعلاميه لاستخدام وسائل تنظيم الاسره، وفي نفس الوقت ان انا ان الهدف هو نهضه اندونيسيا من خلال تطبيق هذه السياسه. وده كان الهدف القومي او الشعار القومي ليهم في فتره من الفترات. طيب دي تجربه اندونيسيا، ولكن هل هناك تجربه مصريه او افكار مصريه؟ يعني ان احنا نقول ان احنا عندنا مجموعه من الافكار المطروحه وحتى ناخد بعضها ويتم تطبيقه بالفعل. بالتأكيد احنا اخذنا بعض البنود او بعض الافكار من التجربة الاندونيسية في او التجارب الاخرى، مش بس اندونيسيا الناجحة، زي ان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان اطلق مؤخرا مبادرة ان هو هيدي حوافز مادية للسيدات عندما يصلوا سن ال 45 سنة بشرط ان هم لا ينجبوا اكثر من طفلين، وتقريبا 1000 جنيه عن كل سنة. ممكن هي بداية موفقة جدا، وان شاء الله تزيد هذه المحفزات بشكل كبير في الفترة الجاية ان شاء الله. يعني اكيد هتفرق كتير ان الاسرة تجد ان في مردود مادي حقيقي ليها بعد فترة مع تطبيق سياسة الدولة. في نفس الوقت السياسة دي ساعدت او هتساعد ان شاء الله على خفض معدلات السكان والوصول بيها لادنى مستويات ممكنة ان شاء الله، عشان نقدر نحس بعد كده بمردود اي نمو اقتصادي بتحققه الدولة او تسعى الدولة تحقيقه باذن الله. طيب برضو عشان ده يتحقق محتاج اليات معينة او قبلها في دراسات. يعني خلينا نتكلم على فكرة انه يبقى في بحوث ميدانية عشان نفهم المشكلة من اصحاب المشكلة نفسهم، هم بيفكروا ازاي وازاي ممكن نحلها. اكيد البحوث الميدانيه اكيد هتوضح لي الاحساس او الشعور ناحيه تنظيم الاسره في اماكن مختلفه، يعني لان تنظيم الاسره بيختلف الفكره نفسها، تأييد الفكره بيختلف من مكان لاخر. يعني على مستوى الجمهوريه الحضر غير الريف، غير المناطق النائيه، غير المناطق اللي فيها بدو او كده، فمحتاجين ان احنا نوصل لكل الناس عشان نقلل او نحاول نوصل للفكره عشان نقدر نحقق او ننجح في تطبيق السياسه السكانيه على كل المجتمع المصري، مش جزء معين بس، لان التركيز على الريف والمناطق البدويه لان دول هم من اعلى معدلات النمو السكاني في مصر، لانهم الاعلى انجابا بشكل اساسي، بينما الحضر هو فعلا مش محتاج الحملات دي بشكل كبير. فاعتقد تركيز الحملات لازم يكون في مناطق معينه هي المناطق الاكثر احتياجا لها. طيب هل هناك مثلا خريطة سكانية بتوضح لنا أماكن التجمعات فين، الخصائص السكانية لينا، بحيث أنه يتم التعامل مع كل محافظة وكل مكان؟
هو وفقا في معايير كتير بت بت بتساعدنا اننا نوصل او نحقق السياسه السكانيه بتاعتنا. بس هي النقطه ان احنا لازم نعرف طبعا طبيعه الاشخاص في كل مكان وازاي نقدر نوصل لهم الرساله بتاعتنا، لان الموضوع ممكن يختلف. الرساله نفسها ممكن طريقه توصيلها بتختلف من مجموعه من الناس لمجموعه تانية، طبعا حسب تعليمهم، حسب عاداتهم وتقاليدهم، حسب اشياء كتيره. هي النقطه ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشجع الناس بطرق مختلفه ان هم يوصلوا لتحقيق هذه السياسه السكانيه. طيب عشان برضو ده يحصل فعلا على أرض الواقع ويتحقق، لأن احنا من زمان يعني شغالين على الموضوع ده، ويعني في جهات متخصصة شغالة على الحكاية دي، ولكن لما نقعد نفكر كده ونقول ايه، هل هذه الجهات هي المسؤولة فقط، ولا ان احنا ممكن نخلي الموضوع يبقى ليه شكل مختلف، بحيث انه جهات متعددة هي اللي تشتغل على القضية السكانية، وبالتالي يبقى في المختلفة فننجح بحق وحقيقي. بالتأكيد هو الجزء الخاص ب لازم الدولة تشرك معاها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق سياستها أو للوصول للهدف اللي هي تسعى للوصول ليه. لأن مثلا إن أنا معظم العاملين دلوقتي بيشتغلوا في القطاع الخاص، فأنا لو وصلت لهم رسالة إن دلوقتي تنظيم الأسرة مهم جدا، وأنت يجب إن أنت توصل بعدد الأولاد عندك لطفلين فقط، وطفلين فقط دي محددة بشكل ده عشان فقط ان احنا نثبت عدد السكان. احنا مش هنخفض عدد السكان، يعني عدد السكان احنا كل اللي عايزينه ان احنا نثبتها بنفس الحجم بس فتره طويله. طفلين فقط هيحلوا محل الاب والام، بمعنى ان مش هيبقى فيه زياده عن العدد ده لما بعد فتره. وبالتالي هو ده اللي احنا محتاجين نوصله من خلال الحملات التوعويه اللي ممكن تبقى في المصانع، في الشركات، في حتى في الجمعيات الاهليه اللي بتقدر توصل للجهات النائيه او غيرها. وبالنسبة بقى ان كل مكان كمان مختلف عن الاخر، وطريقة الحوار، طريقة النقاش، طريقة بالتأكيد. هو كما جاء في التقرير كمان كان الجزء الخاص بمنسقي السياسات السكانية اللي هيبقوا موجودين في كل قرى مصر، دي أعتقد وجودها مهم جدا، لأن لما يبقى حد من القرية أو عايش في القرية فهو الأدرى بظروفها وأدرى بكيفية توصيل السياسة السكانية لأهل القرية. هم معروفين اللي هم قادة الرأي، يعني قادة الرأي طبعا موجودين في كل مكان وفي كل محافظة، وهم اللي يقدروا يعني يوصلوا الفكرة ويأثروا على السكان. صحيح. طيب يعني في النهاية خلينا نتكلم وبشكل سريع عن مجموعة من الأفكار أو الحوافز، لأنه يعني الحوافز أعتقد لها أشكال كتيرة جدا، ممكن خاصة بالتعليم، خاصة بالتموين مثلا. أكيد هو عندنا نوعين من الحوافز، في حوافز إيجابية وحوافز سلبية. هو أنا بميل أكتر للحوافز الإيجابية بصراحة، لأن الحوافز الإيجابية بتخلي الناس ما تخافش من الدولة ويبقى عندها ثقة بالدولة إن هي بتحاول تساعدهم على قد ما تقدر. لكن الحوافز السلبية للأسف ممكن تجيب مردود عكسي، إن أنا أمنع بشكل معين، ان انا امنعهم من التموين عشان هم جابوا اطفال زياده، فهم ممكن يعملوا ده بشكل سيء او ياخدوا ده بمردود سيء. لكن لو انا حفزتهم ان انا والله ممكن اعمل منح دراسيه للاطفال دول، ممكن بعد كده والله ازود الدعم الموجه للاسره بشكل او اخر، ممكن ازود جزء التامين، سواء التامين الصحي او التامين الاجتماعي للاسر دي. فده اكيد انواع كثيره من الدعم ممكن نقدمها للاسر اللي فعلا تقدر تحقق السياسه دي باذن الله. زي ما قلت هي مشكلة أو هي قضية من سنين السنين، ولكن احنا مستمرين في مناقشتها ومحاولة الوصول لحلول فعلا تبقى موجودة على أرض الواقع، لأنه زي ما بنفكر في تنمية شاملة أكيد لازم نحس بمردود هذه التنمية، طبعا مع زيادة العدد والنمو السكاني بشكل كبير جدا يفوق إمكانياتنا، ده بيكون مؤثر بشكل كبير جدا. كان مشرفنا أعزائي المشاهدين دكتور محمد فريد،
أستاذ جغرافيا السكان بجامعة عين شمس. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. أعزائي المشاهدين، بشكركم في النهاية، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من قلب القاهرة.